ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. تعالوا نشوف بقى نعمل الفسيخ الجميل بتاع شم النسيم. وكمان عشان بعد ما يعني افطار رمضان، بعد ما يعني رمضان يخلص والعيد، وكل سنة وانتم طيبين. طبعا بيبقوا نفسكم في الفسيخ، عاوزين تاكلوا فسيخ، تقدروا تخللوه من دلوقتي وبعد ما تفطروا تاكلوه عادي جدا. يعني بعد ما رمضان يخلص والعيد هتلاقوه استوى وهتلاقوه طعمه جميل جدا ويطلع زبدة معاكي. وخليكي تعمليه وملحه يبقى مظبوط، مش مالح خالص، ويبقى طري زبدة ولونه حلو. ما فيهوش احيانا في حد ممكن حد يعمل فسيخ يبقى فيه مرارة بسيطة. لا لا لا، خليكي تعمليه بأسهل طريقة ويطلع ناجح 100% وانتي ضامناه. انا جبت سمك بوري وغسلته كويس بنسيبه بقى قد ايه في المصفى. يعني انت لو جايباه اخر النهار، يعني او غسلتيه بالليل من بالليل للصبح، جايباه الصبح من الصبح لبالليل، يعني مهم يعني حوالي تسيبيه مثلا حوالي 12 ساعة. متخافيش، مش هيجرى له اي حاجة ومش هيبوظ. بتوقفيه في المصفى لحد ما ينشف خالص. تلاقي انت تمسكي السمكية تحسي السمكية معاكي نشفت، بقت ماسكة نفسها، حتى القشر هتلاقيه بينطر لوحده. تعرفي كده ان السمكية خلاص بقت كويسة. تعملي انت ممكن عندك حلين، لا اما وانت بتصفيه زي كده تحطي جوه الخياشيم بتاعته مناديل وتسيبيه، لا اما بتسيبيه يتصفى وبعد كده تبتدي بقى ايه تعملي زي ما بعمل كده، تحطي المناديل وتنشفي بقى ايه واحده واحده. يعني أنا دلوقتي هجيب واحط في كل الخياشيم مناديل، بس ده كان بعد ما نشف خلاص. انا كده بعمل ايه بقى؟ المفروض برضو الاول انا كده بفصل العظمه، بخليه يبقى طري زبده. يعني انا بفضل ادوس عليه، بس ما تدوسيش عند البطن، هو الديل وعند من فوق الظهر، من فوق البطن لا، عشان ما تطراش ويبقى وحش، هيبقى وحش، هيعمل حاجات وحشه. لكن انتي بتدوسي على السمكه نفسها، لكن البطن من تحت لا، وعلى اللحم. المهم ان انتي تحاولي ان انتي تفصلي الشوكه اللي في النص عشان يطلع معاكي طري زبده جدا. اهو ببتدي برضو كل سمكه اعملها كده واروح حاطه جوه الخيشيم بتاعتها مناديل. بس هو الافضل، بس انا نسيت اعمل كده، انا كل مره بعمل كده بس انا المره دي نسيت. الافضل ان انت لو انت بتصفيه تحطي المناديل جوه الخياشيم، وكل المناديل دي تتبل، تشيليها وتحطي غيرها على مدار الوقت اللي انت بتسيبيه ينشف فيه. هتلاقيه الخياشيم دي نشفت جدا، مش هتتعبي في تنشيفها. انا كده نشفت الخياشيم كلها وخلصته كده بقى جاهز معايا ودوست عليه كله بقى طري حلو. جبت معايا ده ملح خشن، لازم يبقى ملح خشن. اضمني ان انت عملتي بالملح الخشن ده مش هيبقى مالح معاكي نهائي، هيطلع ملح مظبوط حلو جدا. بتحطي على الملح الخشن ده ايه؟ بنحط شطه، يعني انا ما بحطش عليه غير شطه وزيت. انا حطيت حوالي 4 أو 5 معالق شطه صغيرين، ولو عاوزه تقللي عن كده قللي، عاوزه تزودي زودي، هو مش بيطلع حراق. مهما تحطي شطه مش بيطلع حراق، بس الشطه نوع من انواع ماده حفظ. انا مش بحط له كركم، عشان انا بحس الكركم بيدي سنه مرار بسيط. في ناس بتحط له، لكن انا لا، انا بخلي هو ماده الحفظ بتاعتي هي الشطه. يعني أنا كمان بص زودت له شطه، مش بيطلع حراق خالص. واحط على الكميه دي حوالي مثلا كوبايتين ملح خشن، حطيت عليهم حوالي 5 أو 6 معالق شطه، وهحط عليهم 3 معالق زيت كبار. زي ما قلت لكم الشطه بترجع لك، عاوز تقللي قللي، عاوز تزودي زودي، المهم ان هي مش تطلع حراق معاكي. هبتدي اقلب اهو الملح بالزيت بالشطه، اهو نقلبه. بنقلبه كويس عشان الملح كله يبقى، يعني كل حباية ملح فيها زيت. اهو بعد ما قلبناه هنبتدي بقى نمسك سمكة سمكة. السمك ده نوعه بوري، بوري تخليل، لان فيه مش تخليل، ده البوري بتاع التخليل. اهو ببتدي بقى اجيب الجنب ده والجنب ده واحط الملح بعكس القشر بتاعه. يعني القشر، شوف القشر ازاي بتعملي عكس اتجاه القشر بتاعه. اهو بنبتدي بقى نحشي الخياشيم بتاعته. انا مش بشيل الخياشيم اللي جوه، عاوزه تشيليها شيلها، بس انا مش بشيلها، هي كده كده ما بتعملش حاجه. اهو ابتدي بقى احشي بقه كويس وتزقي لجوه لحد يعني ما يصد معاكي تلاقي بقه اتملى خالص. اهو شايفين؟ افضل احشي لحد ما يصد معايا والاقي بقه يا ترى ما فيهوش نفس، خلاص حشي على الاخر جدا. اهو شايفين؟ اهو نسيبها ونعمل بقى غيرها.
بس كده كده السمكة معايا جاهزة وتمام. هنجيبها برضه اهو عكس برضه اتجاه الريش اللي معلش القشر اهو. وافضل حاجة بصراحة ان الفسيخ يتعمل في البيت، بتبقي ضامنة نظافته. يعني صدقيني الجاهز ده ما بتبقيش عارفة التعبئة بتاعته حتى عاملة ولا ايه الحاجات اللي بيتخلل فيها، ممكن تبقى حاجات فيها صدى كده. لا، ده انضف حاجة وبتاكلي حاجة كويسة وبتأكلي اولادك حاجة مضمونة، انتي عاملاها في البيت ضامنة نظافتها، عارفة ان انتي مغلفاها ازاي. فصدقوني الفسيخ اللي في البيت ده احسن من الفسيخ الجاهز 100 مرة، في طعمه وفي نظافة وفي كل شيء اهو. زي ما قلت لكم اهم حاجة بس ان احنا نملاه ملح كويس، وما تقلقوش الملح ده زي ما قلت لكم في الفيديو مش بيملح نهائي، حط براحتك هيطلع لك ملحه مظبوط جدا. يعني جربوه صدقوني بالطريقه دي ومش هتندموا، بالعكس انتوا هتدعوا لي اهو. كده بقى انا هكمل الكميه بتاعتي، كده انا خلصت. بصوا بجيب بقى حبه ملح وبحطهم في الكيس اهو من تحت. انت بقى بتحطي في الكيس على قد ما تقدري، حطي في اكياس يعني 10 اكتر حطي، اهم حاجه تحطي في اكياس ويبقى طبعا ما فيهوش هوا، يعني بتقفلي الكيس كويس ما بيكونش الكيس فيه هوا. انا بحط ايه راس في ديل، يعني مثلا الديل من الناحيه دي احط ناحيته راس، فاهمين عكس بعض اهو. حطيت ديل حطيت ناحيه الديل راس. واقول لكم معلومه، يعني السمك لما تيجي تجيبيه تخليه هاتيه وسط، ولا كبير ولا صغير. يعني انا الاربع سمكات دول حوالي 2 كيلو الا ربع، فاهمين؟ يعني السمكية مش واصلة لنص كيلو، وده افضل حاجة. يعني نص كيلو اقل حاجة بسيطة، اكتر من كده مش هيبقى قد كده. الوسط ده افضل حاجة ممكن تتخلي وهتلاقي فيها لحم، يعني ما تقولش لا هيبقى ناشف، لا لا لا، تلاقي لحم ولحم حلو جدا كمان اهو. انا بحاول اهو اقفل الكيس وما يبقاش جواه هوا اهو، بشيل بس الحاجة عشان اعرف اغلف براحتي. هنحطه في كيس تاني اهو. زي ما بقولكوا بس اهم حاجة الكيس، غلفي غلفي كتير. ده انا كمان لو عندك استرتش اللي هو الاسترتش مارك هحطه في الاسترتش مارك علشان يتغلف حلو، كمان علشان ده مهما كان بتطلع منه طبعا لازم ريحه، بس لو انتي قافلاه حلو وحكماه مش هيطلع منه ريحه اهو. بصوا اما انا اجيب في شنط، ممكن لو انتي ما عندكيش كميه شنط كبيره حطي في شنط زي كده. انا ما يعني حسيت الشنط اللي عندي مش كفايه، جبت بقى الاسترتش مارك وقعدت بقى الف فيه اهو، عشان اضمن بس ان هو يبقى ملفوف حلو جدا. يعني السمكية تتخلل حلو، غير كمان علشان هو لو مش مقفول حلو او مش محكوم، المكان اللي هتبقي حاطه فيه هو، انت لما بتفتحيه طبيعي بتلاقي جواه الميه بتاعته اللي هو بتاع التخليل اللي هو بتنزل من السمك نفسه. انت لو مش قافلاه حلو الميه دي ممكن تبهدل الدنيا. فطبعا انت بتقفليه حلو جدا في اكياس كتير وبعد كده في الاسترتش مارك عشان تضمني ان انت المكان اللي تحطيه فيه. انا عن نفسي بحطه في درج المطبخ عشان تضمني المكان اللي تحطيه فيه ما يتبهدلش ولا يسرب ولا يعمل اي حاجه اهو. بحاول نلف بالاسترتش مارك كويس جدا من هنا ومن هنا، عشان هي عندي البقره مش عريضه قوي، فانا ايه بحاول ان انا بقدر الامكان اخليها الفها عليه كويس اهو. هنلف بقى على الجناب كمان عشان ميبقاش في اي حاجه خالص معرضه ان هو ينزل الميه بتاعته اهو. بصوا بصوا كده احنا كده ايه، كده احنا غلفناه كويس جدا جدا جدا. ده انا كمان بعد ما غلفته كده انا كمان عندي حطيته في اكياس تاني، يعني بعد ما غلفته كده انا اهو بحاول اقفل كويس. بصوا بقى انت هتحطوه اول 3 امشي جنبه، بعد كده تلفوه على الجنب ده والجنب ده. في الصيف بيقعد بالظبط 15 يوم،
في الشتاء هيقعد معاكي شهر. يا رب بقى الفيديو النهارده يكون عجبكم، ولما اجي افتحه برضه هوريه.